بديل بلح الشام او صوابع الزينب في اقل من 10 دقايق. مكونات سهلة في كل البيت. مساء الخير، هنعمل مع بعض حلوة سهلة ولذيذة بمكونات سهلة وموجودة في كل بيت. مكونين 2 بس، مش هتجيبي حاجة من بره ومش هتكلفك حاجة، وبديل بلح الشام او الزلابية اللي كلنا طبعا بنحبه. هتعمليه في البيت وبكل سهولة ومن غير اي تكلفة. تابعوا الفيديو للاخر وهتشوفوا النتيجة ان شاء الله. اول حاجة هنا معانا كوباية بالظبط من اللبن، ومعلقتين او معلقة كبيرة من السمنة. يعني كوباية اللبن عليها معلقة واحدة من السمنة بس تكون كبيرة، ونحطهم على النار واللبن يغلي معانا غلوتين كويسين زي ما انتوا شايفين كده. حطينا اللبن وحطينا السمنة. بعد كده بنجيب معانا ورقة من الفانيليا او معيار معلقة من الصغيرة من الفانيليا، وننزل بيهم على اللبن المغلي بتاعنا. ونقلب اللبن بتاعنا اهو كده. اللبن بتاعنا غلي معانا، هنبدأ نطفي على اللبن بتاعنا. المهم ان اللبن يغلي معاكي كويس. طبعا لو حبيتي تزودي في الكمية فبتحطي كوبايتين لبن ومعلقتين سمنة ومعلقتين صغيرين من الفانيليا. انا هنا اللبن غلي معانا، طفيت على اللبن وهو سخن على طول. نزلت بمعيار كوباية دقيق بالظبط، نفس معيار كوباية اللبن، بس كوباية الدقيق ناقصة معلقة من الدقيق، يعني كوباية الا معلقة بالظبط، عشان العجينة تكون لينة معاكي وطرية ما تبقاش ناشفة معاكي. واللبن سخن على طول ننزل في الدقيق بتاعنا ونقلب زي ما انتوا شايفين بالطريقة دي كده على طول. شايفين البخار بتاع اللبن سخن معانا، ونقلب على طول علشان الدقيق ما يعملش كتل معانا. انا هنا نزلت باقي كوباية الدقيق وبدأت اقلب بقى في العجينة بتاعتي كده لحد ما بردت معايا. اهم حاجة التقليب، تقلبي بسرعة ايدك في العجينة على طول، تقلبي زي ما انتوا شايفين كده اهو. حلوة سهلة ومش مكلفة خالص. اهم حاجة تكون النار مطفية، وطبعا اللبن موجود في البيت والدقيق موجود في البيت، مش هتكلفك حاجة خالص. وحاجة حلوة لو عندك اطفال او لسهرة وانتوا قاعدين بالليل. انا هنا قلبت العجينة وسبتها تهدى شوية عشان اكمل عليها بايدي، بس تهدى شوية. هاجي اعمل الشربات بتاعي. كوباية من المية وكوباية من السكر، وعليهم رشة فانيليا ومعلقة صغيرة من الفانيليا، واسيبهم يغلوا جنبي عبل ما اعجن العجينة بتاعتي. لو عندك ليمون ممكن تضيفي رشة ليمون صغيرة، بس هنا استغنيت عن الليمون. حطيت كوباية من السكر عليهم كوباية من المية بالظبط، وسبتهم يغلوا على النار. هنا العجينة بتاعتي هديت معايا وبدأت عجنتها بايدي اهي زي ما انتوا شايفين العجينة طرية في ايدي ازاي ومش بتلزق. لو حسيت ان العجينة ناشفة معاكي ضيفي معلقتين من اللبن، او لو بقت طرية معاكي ممكن تضيفي معلقة من الدقيق. المهم العجينة تكون متماسكة زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. هنبدأ بقى في الطاسة على النار، نحط شوية من الزيت ونسيب الزيت يغلي معانا. اهم حاجة الزيت يكون بيغلي كويس، ما نحطش العجينة بتاعتنا والزيت بارد. وبنبدأ ناخد بقى حتة زي مع مقدار معلقة من الصغيرة ونفردها على كف ايدينا زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. ونجيب بقى اي مصفى اي حاجة انت عاوزة تشكليها، وبعد ما فردنا العجينة على ايدينا بنحطها على المصفى ونبدأ نلفها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهو. ونقفل الطرف الاخير، ما نكبس العجينة قوي واحنا بنخليها تلف كده عشان ما تبقاش مكبوسة معانا من جوه. اهي انا هنا بفردها على ايدي زي ما انتوا شايفين، وما نخليش العجينة تخينة قوي، لازم تبقى رقيقة شوية عشان تبقى مقرمشة معانا زي بلح الشام بالظبط اهي. ممكن تستغنى عن المصفى، وبعد ما تفرديها على ايدك تبرميها برضو بصبعك كده وهي على ايدك. ده هيسهل عليك الموضوع، مش هتحتاج المصفى. المصفى دي لو حبيتي تشكليها بس تبقى فيها ترانشات بقى كده من بره زي بلح الشام او حاجة اهو. واهم حاجة الصباع ما يكونش تخين قوي.
انا هنا بعمل الكمية كلها وهتشوفوها معايا. انا هنا طلعت نص الكمية اهي، وبعمل النص الاخير. مش مكلفة خالص وبتعمليها في 10 دقايق. ان شاء الله تعجبكم وتقولوا لي رأيكم في كومنت. لو لسه بتشوفوا الفيديو لحد هنا ما تنسيش تعملي لي لايك للفيديو واشتراك للقناة، وشوفي هتعملي الوصفة وجربيها وقولي لي ايه رأيك في كومنت. هنا خلصت الكمية بتاعتي وده النتيجة اهي، مقرمش زي بلح الشام بالظبط ومش مكبوس من جوه. هنا الشربات بتاعي كان جاهز، بدأت انزل عليه اهو، ارش عليه. اهم حاجة هو يكون بارد والشربات سخن، او هو سخن والشربات يكون بارد، حاجة منهم تكون سخنة بس. وبدأت انزل بالعسل بتاعي عليه كله اهو. وبألف هنا وشفا للي ياكل، بجد طعمها لذيذ جدا وسهلة وحلوة جدا للأطفال، وبديل بلح الشام اهو. ممكن تقدري تعمليها في 10 دقايق وانت قاعدة ومش هتكلفك اي حاجة خالص. وبألف هنا.